اروحوا مع بعض نحضروا طاجين بن بكير القسنطيني نسبة للطباخ بن بكير اللي كان يحضره الأحمد باي في عهد البايات. على بالي في الغرب قليل يديره ولا قليل أصلا اللي يسمع به، على بها اليوم راح نديره معكم على أصوله وبأدق التفاصيل. المهم شحال يجي بنين، غير دخلوا جربوا معايا الوصفة. هنا في طاجين عندي مرصو تاع دجاج، مغرف مارغرين، وماذا بينا يكون السمن هكا باش نحافظوا على البنة تاع زمان. عندي بصلة مرابية، عندي ملح وحرور، وهذا الطبق ما فيه بزاف لي زيبيس ابار غير الحرور والملح. درك راح ندي هذا الدجاج تاعي ونقليه، وماذا بينا يعني ولا الوصفة القديمة كانوا يديروا دجاجة كومبلي صح. درك راح نقليها كاملة، من بعدها نمرقها بالمحامي ونخليه يطيب. ومن بعدها ثاني هنا عندي اصدار تاع الدجاج في بكري كانوا يديروه يا بالمهراز يا بالخدمي يقطعوه حتى يطحن. بما انه رانا في عصر التطور والسرعه فعندنا الاشوار، طحنت الدجاج تاعي في الاشوار، درت بصله مرابيه، زيتون ثاني مغلي ومطحون في الاشوار ايضا، عندي معدنوس حبه تاع بيض ويديروا فيه الجنجلان. انا هنا درت نص صدر الدجاج فدرت غير جوج مغارف جنجلان كبار ماشي محمصين، ثاني درت غير الملح والحرور ومور تاع شابليغ. دو فاصون غادي نخليكم كلشي مكتوب اسفل الفيديو. من بعدها شكلهم مخبيزات، وهذا الطبق كانوا يعني هذا الكرات يخلوه يبات ليله كامله باش يعني يترقد داك الدجاج ويعطينا بنه رائعه. ماذا بكم نتوما يعني ديروه ساعه ولا ساعتين، سينو ديروه الصباح وقلوه حشيه، شكله خبيزات ونبداو نقلوه. في نفس الوقت لاصوص تاعي بعد ما راهي في نص طياب نقلع شويه منها نخليها تبرد، نضيف لها مورف مايزينا، يعني هذه العقده اللي غادي نعقدوا بها لاصوص. عندي ثاني فرماج وعصره تاع الليم، ونسيت ثاني في الكره تاع الدجاج ثاني ديروا عصره تاع الليم. انا كنت درتها الى شفتوها مي هنا في الفيديو نسيت باش نقولها لكم. خلطت كلش وندي هذه العقده للاصوص، نحط عليها ثاني هذوك لي بول تاع الدجاج ونخلو الطاجين تاعنا يتعقد. ماذا بينا خلوه يعني لاصوص شويه زايده، ما تنشفوش بزاف، سيرتو من فيه الفرماج والمايزينا، يعني كل ما قعد كل ما غادي يشرب هكذا، يعني باش ما تجوش تحطوه تلقوه سوا. وفي الاخير زينته بالمعدنوس وشرائح الليمون. وشوفوا لي على هذا الطبق القسنطيني بن بكير من اروع ما جربت.